في مباراة نفسية وعصبية من الدرجة الأولى ينتظرها الملايين في مصر. استاد القاهرة يستضيف ديربي القاهرة والقمة 131 ما بين الأهلي والزمالك في الثامنة من مساء اليوم. الأهلي بيجي من انتصارين مهمين جدا سواء على سيراميكا أو حرس الحدود، وبيدخل المباراة هو نفسيا أهدى بكتير من البداية اللي كانت متعثرة جدا بالنسبة له. أما الزمالك فبيجي من فوز وتعادل، ولكن ما زالت الأمور هادية والمعنويات عالية جدا عند نادي الزمالك لأنه ما زال في صدارة الجدول. الأهلي داخل المباراة بغيابات مؤثرة جدا زي قفشة وإمام عاشور، وكذلك أحمد السيد زيزو اللي كان في كلام إنه هيلحق الماتش لكن خلاص تأكد غيابه، وكذلك جراديشار، فطبعا غيابات مؤثره جدا على النادي الاهلي. اما الزمالك داخل المباراه بشكل كويس جدا، يمكن الغياب الوحيد المؤثر عنه هو محمد شحاته. تشكيل متوقع النادي الاهلي: اعتقد الشناوي في حراسه المرمى، خط الدفاع هيكون ياسر ابراهيم وياسين مرعي، ودول افضل اثنين من وجهه نظري في الحته دي. ناحيه اليمين محمد هاني، ناحيه الشمال اتوقع انه يبدا بكوكا، وسط الملعب هيكون مروان عطيه، قدام محمد علي بن رمضان واحمد رضا. دي المفاجاه اللي ممكن يعملها كابتن عماد، ان حاسس انه ما لعبش اليو ديانج او لعب تريزيجيه اصلا، يعني تريزيجيه او احمد رضا، ده توقعاتي مش اليو ديانج. قدامهم هيكون موجود حسين الشحات على اليمين، محمد شريف في الهجوم، وناحيه الشمال هي دي الخلاف، لو تريزيجيه بدا في نص الملعب فاتوقع انه يلعب بن شرقي، لكن لو تريزيجيه ما بداش في نص الملعب فهيكون هو الموجود ناحيه الشمال. اما بخصوص تشكيل الزمالك المتوقع فما اعتقدش ان يكون في اي تغيير. محمد صبحي في حراسه المرمى، قدام حسام عبد المجيد ومحمد اسماعيل قلبي الدفاع، ناحيه اليمين عمر جابر، ناحيه الشمال محمود بن تايك. خط الوسط اعتقد انه يكون دونجا وعبد الله السعيد وناصر ماهر، دول الثلاثي الافضل دايما عند نادي الزمالك. ناحيه اليمين خوان الفينا وده الدباغ مهاجم، وناحيه الشمال هي دي الخلاف عليها، اعتقد انه يبدا بشيكو بنزا، لكن احتمال كبير جدا برضه انك تلاقي ادم كايد عادي جدا. ادم كايد قدم مستوى كويس قدام الجون. اعتقد اصدق في النهايه المباراه مش هتحمل الكثير من الاهداف، لان الاثنين مديرين فنيين عندهم عيوب قاتله وعيوب كبيره جدا، فكل واحد هيحاول يغطي عيوبه اكتر من انه يخاطر ويحاول يكسب. ده توقعي الشخصي. ما تنساش تنارك في الكومنتات توقعك للنتيجه وشايف مين هيقدر يحسم المباراه النهارده. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه عشان توصلك كل جديد، وتفعل جرس التنبيهات عشان تستنى الفيديو اللي هينزل النهارده ان شاء الله في التغطيه بعد المباراه مباشره. بس كده يا صديقي، بشكرك جدا على وصولك لحد هنا معايا. السلام عليكم.